السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده بقى الفيديو اللي انا بحبه بصراحه اللي هو مشتريات شهر اغسطس. طبعا الفيديو بيكون مليء بالرغي، فلو انتي مش بتحبي بقى الرغي والكلام الكتير وكده فاعتقد الفيديو مش هيكون مناسب معاكي اطلاقا. انا عايزاكم النهارده تعذروا اي حاجه شايفينها غريبه، يعني لوكيشن مش مظبوط، اضاءه مش مظبوطه، تصوير نفسه مش مظبوط، علشان انا لسه الدنيا حواليا متكعبله. بس انتوا بصراحه كنتوا وحشيني جدا. بالمناسبه يا بنات انا على انستجرام، علشان لو مش متابعيني هناك بسيب لكم اللينك في اول كومنت مثبت تحت الفيديو او بيكون موجود يعني في اي جنب من الشاشه هنا. انا على انستجرام كل 3 بوست او يعني مثلا كل 3 ريلز او حاجه بختار بنوته تكسب هديه معايا. بختار بس بنوته من الكومنتس، يعني تكون عامله كومنت ولايك بس، مش اكتر من كده. مش بطلب شير او حاجه. المشتريات الشهر اللي فات كانت نوعا ما كتير ونوعا ما غاليه شويه، يعني اغلبها مش حاجات اقتصاديه قوي بصراحه، علشان انا عارفه ان في بنات كتير قوي بتتضايق من الموضوع ده، فانا حبيت انوه عن الموضوع ده برده في اول الفيديو. انا بحاول اعمل اللي عليا، بحاول اشتري حاجات اقتصاديه وفي نفس الوقت بحاول مثلا اطلع هدايا من عندي علشان لو في حد محتاج ان هو يجرب حاجه او كده، وفي نفس الوقت انا برده محتاجه ادلع نفسي في حاجات انا اكون بحبها او حابه ادلع نفسي، يعني فاهمين؟ وانا يا جماعه يعني بقدم محتوى، فطبيعي ان انا اجرب حاجات رخيصه وحاجات غاليه. ما ينفعش افضل طول الوقت بجرب حاجات بس رخيصه او حاجات اقتصاديه بس، لازم يكون في تنوع في المحتوى نفسه. خلونا بقى نبدا مع بعض الفيديو. واول حاجه انا كنت عملت لكم عنها ريفيو اصلا من كام فيديو كده، الفيديو اللي قبل اللي فات اعتقد، اللي هي المجموعه بتاعه جي كي، وانتوا عرفتوا رايي فيها خلاص، او الناس اللي شافت الفيديو خلاص عرفوا رايي فيها. الشامبو والكونديشنر، انا كنت جايبه الشامبو والكونديشنر والسيرم. السيرم يا بنات بجد اوعوا حد ابدا يفكر ان هو يشتريه، لا ريحه ولا ترطيب. يعني لو مثلا انت شعرك هتقولي مثلا انا شعري دهني، انا شعري جاف، فبالتالي بيحتاج مرطب قوي شويه. القوام بتاعه تحسوا ان هو ملمسه زيت، في فرق ما بين الزيت والسيرم. لا هو كانهم حاطين زيت جوه ازازه، ريحته مش حلوه خالص، ريحته كانه حاجه فعلا رخيصه جدا، فبالتالي لا ما عجبنيش خالص. لكن الشامبو والكونديشنر بصراحه كانوا حلوين، بس في نفس الوقت هم غاليين. يعني احنا بنتقارن مثلا بالكميه، الكميه بتاعتهم 300 مللي، كل واحد فيهم 300 مللي. احنا عندنا لوكال براندز فعلا بتعمل برودكت يعتبر شبهها بالظبط، وفي نفس الوقت حتى لو غاليه فالكميه بتاعتها اكبر. ففعلا الشامبو والكونديشنر خدوا بالكم لان هم عندهم يعني كذا لاين. ده الشامبو والكونديشنر اللي هم بتوع الترطيب، علشان هم عندهم كذا لاين، فاللاين ده كده كان كويس جدا، ولكن بصراحه يعني هو غالي شويه وفي نفس الوقت حجمه صغير. ندخل بعد كده برده، خلينا في حاجات الشعر. جبت كمان دول بقى انتوا عارفين رايي فيهم، برده هعمل لكم عنه ريفيو مفصل لوحده. بس انا بقى جبت المره دي السيرم الكبير، الحجم الكبير اللي هو 177 مللي. انا كان قبل كده عندي اللي هو 59 مللي، حجم صغير جدا، لكن انا بقى المره دي جبت الحجم الكبير. جبت الكونديشنر وجبت السيرم، هم دول انا لسه ما فتحتهمش بصراحه، ولكن طبعا انا عندي فكره عنهم. الشامبو انا قلت لكم ان هو مش بينظف الشعر كويس، فينفع للاستعمال اليومي لو انت مضطره انك تغسلي شعرك كل يوم. الشامبو بتاع تشي هو اصلا بيكون شكله عامل كده بالظبط، لكن الكونديشنر بيرطب الشعر كويس جدا جدا. وكمان السيرم هو احلى سيرم اصلا انا جربته في كل السيرمز، كل انواع السيرمز اللي انا جربتها سواء لوكال براندز او حاجات مستورده. ده كان احلى نوع انا جربته في حياتي، احلى حاجه لمست شعري حرفيا، غير كمان ان ريحته حلوه قوي قوي. هما اللاين كله نفس الريحه بصراحه، ريحته بتفكرني بريحه البرفيوم بتاع خالي، فانا ممكن عشان كده برضو يعني عارفين لما تحسوا ان انتوا في ذكريات ما بينكم وما بين الريحه دي. طبعا انتوا عارفين ان الروايح اصلا من اكتر الحاجات اللي بتعمل ذكريات في الدنيا، فانا ريحه البرفيوم بتاعت خالي كانت قريبه شويه، طبعا مش نفس الريحه بس قريبه، فبيفكرني بيه. وانا بحب خالي جدا، ربنا يا رب يديه الصحه وطولة العمر، فانا بحبه جدا، فعشان كده برضو بحب اللاين ده وبحب اشمه قوي. بما ان احنا بقى جبنا سيره الروايح، خلينا اكلمكم على حاجه. انا يعني عارفين اللي هو زعلانه، مش عارفه ازاي عملت كده المره الثانيه بغلط نفس الغلطه واشتريت حاجه بلايند. وانتوا طبعا عارفين يعني البرفيومز بتبقى غاليه قوي يا جماعه. اللي هو اشتريت البرفيوم بتاع ماي واي، بس الاديشن اللي هو البرفيوم مش بقى اي اديشن تاني. انا طبعا انتوا عارفين ان انا بحب ماي واي قد ايه، بجد بعشقه، هو يعتبر اكتر برفيوم انا بحبه في حياتي. بحب اللي هو اول اصدار خالص، وبحب كمان الانتنس بتاعه، يعني الانتنس واول اصدار الاثنين اصلا قريبين من بعض جدا. لكن بقى الاصدار ده اللي هو غامق قوي ده اصدار تقريبا السنه اللي فاتت. الاصدار ده يا جماعه في حته تانية، يعني هو مش شبههم خالص خالص. وبلاحظ كمان ان هو بيسيب بقع شويه على الهدوم. ده عارفين مين هيحبه؟ اي حد بيحب نارسيسو بودري هيعشق البرفيوم ده. بجد اول ما رشيته فكرني بنارسيسو بودري جدا، لدرجه ان انا لما دخلت قريت الريفيوز بتاعت الاجانب عليه لقيتهم برضو كاتبين نفس الكلام، فتاكدت ان انا مش بيتهيألي. عارفين ساعات بيتهيأ لكم حاجات، لكن لما قريت الريفيوز بتاعت الاجانب لقيتهم برضو كاتبين ان هو بيفكرهم بنارسيسو بودري. هو
هو ريحته بودريه، وانا تقريبا انا برضو قلت لكم ان انا نارسيسو بودري ما حبيتهاش قوي. انا تقريبا ماليش في ريحه الباودر، يعني ده اللي انا اكتشفته، ان انا ما بحبش ريحه الباودر، بحب ريحه الورد. انتوا عارفين بحب ريحه الورد والسويت مع بعض، يعني يكونوا مع بعض مش كل واحد لوحده، بس بحب ريحه الورد اكتر، يعني تكون طاغيه اكتر ريحه الورد، زي مثلا بتاع ماي واي اللي هو الانتنس او العادي، ريحه الياسمين فيهم طاغيه جدا، فانا عشان كده بحبه قوي قوي، وبيديني اصلا راحه نفسيه كده. طبعا ده هيكون مناسب اكتر للشتاء، برضو ده مش مناسب للصيف خالص، زي نارسيسو بودري كده بالظبط، هو مناسب اكتر للشتاء. ولكن يا جماعه محدش برضو يشتريه بلايند. انا بقى ليه اشتريته بلايند؟ هو اصلا سعره تقريبا دلوقتي 8000 جنيه او 9000، بصراحه مش فاكره الرقم بالظبط، بس هو تقريبا 8000 وشويه او حاجه كده. انا بجيب دايما اللي هو 90 مللي، يعني في اي برفيوم بحب اجيب اكبر حجم، ما بحبش اجيب الحجم الصغير، لانه اصلا بيبقى الفرق ما بين مثلا 50 مللي وال100 مللي او ال50 مللي و90 مللي بيكون 2000 جنيه او 1000 جنيه، فاللي هو طب ما انا اخد الاكبر وهيكون فرق السعر يعني يعتبر حاجه هبله برضو. فلقيت الويب سايت اللي هو فيل 22، مش عارفه انتوا عارفين الويب سايت ده ولا لا، بس هو اسمه فيل 22. الويب سايت ده كل حاجه عليه طبعا اوريجينال، انا مش بشتغل معاهم ومش بعمل لهم اعلان عشان بس تبقوا عارفين، ولا هتلاقوا معايا برومو كود ولا اي حاجه، بس لقيتهم منزلين عليه اوفر كان تقريبا سعره 5000 جنيه، غير كمان ان انا حطيت برومو كود، فاتبسطت بصراحه وقلت بقى ده تحفه وسعر تحفه، يعتبر تقريبا نازل النص، فقلت خلاص انا هشتريه وهتوكل على الله. رغم ان تقريبا برضو الانتنس كان بنفس السعر، فانا كان ممكن اجيب الانتنس، انا كده كده عارفه ريحه الانتنس وعارفه ان انا بحبها، بس قلت لا انا بحب الشكل الازازه بتاعت ده اكتر، شوفوا بقى يعني الهبل، فجبت دي. وبصراحه اتضايقت جدا من نفسي، بس قلت خلاص بقى مش مشكله فدايا، وسامحت نفسي بصراحه. انا يعني نفسي اجيب الانتنس، يعني انا خلاص بقى اللي هو عارفين لما بحس ان انا اشتريت برفيوم مش عاجبني، بحس ان انا عايزه اعوض نفسي ببرفيوم يكون عاجبني، كاني بعاقب نفسي مثلا. ندخل بعد كده على احلى مشترياتي الشهر ده، انا تقريبا وريتها لكم اصلا في بدايه الشهر، كان في الفيديو بتاع المشتريات الجامعه. بجد يا جماعه والله العظيم من احلى المشتريات. ممكن تبدو ان هي غاليه شويه، بس انتوا لو حسبتوها، قلت لكم كده، لو حسبتوها هتلاقوها ان هي رخيصه جدا، مش رخيصه جدا بس سعرها منطقي يعني. اللي هي باليت البلاشر بتاعه LA Girl، اللي هي شكلها عامل كده، بصوا ده كده شكلها من جوه، هنا كده درجتين بلاشر، وهنا دي برونزر، وده كده هايلايتر. انتوا عارفين اصلا دلوقتي اغلب البلاشرز بتبقى مثلا 150 جنيه، اللي هي اماندا واسنس والحاجات دي كلها 150 170 جنيه، فلو حسبتوها مثلا لو جبنا 2 بلاشر هتلاقوا نفسكم دخلتوا في 350 جنيه 320 جنيه حاجه كده، فهي اصلا دي كلها على بعض كانت ب 470 بصراحه، مش فاكره بس 400 وشويه. فهي كمان فيها هايلايتر. انا بصراحه مش بحب البرونزر قوي، يعني مش من الناس اللي بتحطه، او مش بيليق في وشي خالص بصراحه، او ممكن اكون انا اللي مش بعرف استعمله. الهايلايتر بتاعها حلو جدا جدا، ناعم كده ورقيق. الدرجه دي اللي هي البينك الفاتح دي فيها شويه هايلايتر كده، فبتحسي ان انت بتحطي الاثنين مع بعض، برده حلوه جدا. الدرجه دي بقى اللي هي اللون الفوشيا، لونها فوشيا، بحس ان هي بتصغر في السن شويه، فانا بصراحه حبيتها قوي قوي قوي. انا كنت جايباها من على نون، وهحط لكم البرومو كودز بتاعتي في نون، بس بسيبها لكم دايما البرومو كودز كلها في اول كومنت مثبت تحت الفيديو، عشان بس لو حد عايز يعرف انا جبتها منين. انا جبتها من على نون، وبصراحه مبسوطه بيها قوي قوي. وكمان احلى حاجه فيها ان هي دايما لما بجيب بلاشر الغطا بتاعه بيتكسر، ايا كان النوع بتاعه ايه، دايما الغطا بتاعه بيتكسر، او البلاشر نفسه يتكسر مني. لكن دي حسيت ان هي كويسه بصراحه، يعني العلبه كده اللي هي الكرتون ده، فانا حاسه ان هي كويسه قوي ومريحاني. برضو جبت من LA Girl، بس دي حاجه يعني متخلفه شويه، جبت باليت جليتر. انا لحد دلوقتي مش عارفه استعملها في ايه. استعملتها مره يعني حاططها فوق عينيا كده، بس حاسه ان هي معرفش احنا ممكن نستعملها مثلا في افراح. بصوا هي اصلا عايزه حد يكون بيفهم قوي في الميك اب عشان يعرف يستعملها، لكن انا بصراحه يعني برضو على قدي شويه. بمناسبه ان انا بقول لكم انا على قدي في الميك اب يا جماعه، انا مش عشان برضو في كذا حد بيعلق على الموضوع ده، انا دايما بقول انا على قدي في الميك اب. ليه؟ لان انا فعلا مش بفهم فيه قوي، اللي هو ما اقدرش مثلا اعلمك تحطي ايلاينر ازاي، ما اقدرش اقول لك تكنيكس وحاجات كده، ما بفهمش في الحاجات دي، اللي هو انا بحط لنفسي. في ناس بتقول لي طب ما انت اهو حاطه، ما قلتش ان انا ما بحطش، يعني انا ما قلتش انا مش حاطه ميك اب، لا طبعا حاطه ميك اب، يعني انا اكيد مش هكذب في حاجه زي كده، ولكن مش بفهم فيه. في فرق كبير قوي قوي، لازم كل بني ادم يعرف قدره كويس قوي في كل مجال في الدنيا. انا في الميك اب على قدي، اللي هو بعرف احط، وطبعا اتطورت عن زمان، يعني انا زمان برضو كنت بعك قوي، ما كنتش فاهمه ايه مثلا اللي بيليق فوق عينيا، فكنت بجرب. لكن بعد كده خلاص بدات افهم شويه ايه اللي ممكن فعلا يليق، وده طبعا بتعرفيه مع التجربه الكتير، يعني تقعدي سنين بتجربي في وشك، بعد
وبعد كده بتكتشفي فعلا لا انا الشكل ده بيخليني احلى، الشكل ده بيخليني مش حلوه قوي وهكذا. فطبعا انا بقالي مثلا 4 سنين بحط ميك اب، فبالتالي خلاص بدات افهم ايه اللي بيليق على شكل وشي. لكن انا مش حد بروفيشنال في الميك اب، يعني عايزاكم تميزوا الحاجتين دول. انا لما بقول ان انا ما بفهمش في الميك اب ده مش معناه ان انا بقول انا ما بحطش ميك اب يا جماعه، عشان في ناس بتاخدها بالمعنى ده وتقعد تقولي امال اللي انت حاطاه في وشك ده ايه، وبتقولها بطريقه فعلا بتضايق، اللي هو لا انا ما قلتش ان انا مش حاطه ميك اب، انا قلت ان انا مش بفهم فيه. لكن الحمد لله مثلا انا بفهم في السكين كير، الحمد لله بفهم في الهير كير، لكن الميك اب له برضو الناس اللي بتفهم فيه. ففي فرق كبير ما بين حد متمكن في مجال معين وحد يدوب ممشي نفسه في المجال ده. يعني انا ما اقدرش اطلع اعلمك ازاي تحطي ميك اب، لكن اقدر اتكلم في السكين كير والهير كير بس. هي دي مشكله، يعني هي دي النقطه اللي انا عايزه اوضحها. جبت بقى احلى ايلاينر انا جربته الفتره الاخيره وكمان رخيص جدا، اللي هو اسمه روز بيري. هو ده كده شكل العلبه من بره علشان تبقوا عارفين شكلها. هو انا ده ما فتحتوش بصراحه، بس انا وريته لكم كتير قبل كده. عموما ده كده شكله من جوه. الشهر اللي فات او الشهر اللي قبل اللي فات كنت جبت واحد ايلاينر من ريفولوشن، ورغم ان هو كان غالي شويه، كان ب 260 او 270، وبصراحه كان يعني اداؤه بشع. اللي هو عارفين كانه فلوماستر، كانه قلم فلوماستر حرفيا، اللي هو البلاستيك ده لما مثلا تروحي وتيجي مرتين، لا هو عايزك تروحي مره واحده، لو عدتي عليها تاني بتتمسح. لكن ده تحس ان هو فحمي، فاولا بيتغسل بسهوله، ثانيا بتروحي وتيجي زي ما انت عايزه وسريع وسهل كده، فحبيته اكتر بكتير رغم ان هو ارخص. وبرده كنت جايباه من على نون، بس اعتقد موجود يعني في الاماكن والمحلات العاديه. جبت كمان سيبال 3 دي ماسكارا. طبعا انا الماسكارا دي كنت قلت لكم عليها ان انا بحبها وكنت بستعملها من زمان قوي قوي، وتقريبا دي كانت احلى ماسكارا انا جربتها زمان. انا نسيت احطها النهارده، بس هي بصراحه بتدي لوك حلو جدا جدا للرموش، بتطول كده الرموش وتكثفها. في بقى حاجه بجد يا جماعه فاشله جدا، هي طبعا ترند الفتره دي. عارفين الفرشه اللي كل الناس بتتكلم عليها؟ بصوا بتلفوها من هنا كده تقفل، فتاخدوا بقى الشعر لو في مثلا شعر وقع او حاجه. هي الفكره بتاعتها فعلا حلوه وبتسهل عليكي قوي قوي فكره انك تنضفيها. يعني بصوا هي كده ما فيش فرشه خلاص، يعني شايفين كده خلاص ما فيش فرشه، كده هتلفوها كده هيطلع السنون بتاعتها ويبقى فيه فرشه. فهي فكرتها حلوه، بس بحس ان هي ضعيفه قوي في التسريح، يعني مش بتسرح الشعر كويس، فعلشان كده مش حاسه ان انا اقدر ارشحها لكم بسهوله. هي عموما موجوده على نون، عشان انا عارفه ان ساعات الواحد بيبقى عايز يجرب حتى لو هو سمع ان الحاجه وحشه، بس انا ما انصحش ان حد يشتريها بصراحه. جبت كمان يوراليا وسيكاليا AHA بتاع ازيس فارما، كنت قلت لكم برضو اول الشهر ان انا اشتريتهم اصلا. طبعا انتوا عارفين انا بحب سيكاليا قد ايه، بجد ده اكتر كريم خلصني من جلد الوزه. وللاسف الفتره دي جلد الوزه عندي عنيف جدا، يعني مش عارفه ليه مش بيتعالج، بجد متضايقه قوي من الموضوع ده، لدرجه ان انا فكرت خلاص بقى ان انا اعمل ليزر لدراعي نفسه علشان اتخلص منه. وبالفعل يعني حجزت ليزر، بس انا زي ما بقول لكم الفتره دي اصلا في حياتي ملخبطه، مش فاضيه خالص ان انا اروح الجلسات بتاعه الليزر. بس عموما انا حجزت الليزر علشان يعني اشوف بقى حل موضوع جلد الوز ده. جبت كمان اللي هو الاثنين ديودرنت دول بتوع بيز لاين، كنت كلمتكم برضو عنهم، وده بصراحه ريحته ما انصحش ابدا ان حد يشتريه، لان انا حاسه ان مش كل الناس هتحب ريحته. فعلشان كده اكتر نوع بنصحكم فيه في بيز لاين اللي هو بالورد، اللي هتلاقوا الغطا بتاعه لونه بينك شويه، في 2 غطاهم بينك، واحد تقريبا كوتون كاندي، واحد بالورد. اعتقد ان انا يعني انا حبيت بتاع الورد اكتر بصراحه، اكتر واحد حبيته. وبحب في بيز لاين ان هو لوشن، فبيدي ترطيب وكمان بيدي تفتيح شويه مع الوقت. وانا للاسف بجد دي اكتر حاجه مخوفاني. انتوا عارفين اصلا ان انا مش بستعمل ديودرنت كتير، يعني انا بستعمل ديودرنت مثلا ممكن مره كل اسبوع، مثلا مره كل يعني وقت ما بكون خارجه بس، وانا اصلا مش بخرج كتير كده. فللاسف طلع لي في الدراع ده طلع لي حبيتين وبيوجعوا جدا ولونهم احمر، وبجد شكلهم مضايقني قوي. هم اصلا لسه طالعين امبارح، فانا ان شاء الله هروح للدكتور في اسرع وقت، علشان انا بصراحه خايفه جدا من المكان ده. لو حد متابعني من زمان فهيكون عارف ان انا اصلا كنت عامله عمليه في المكان ده، فانا بجد مرعوبه ان يكون في اي حاجه، لانه انا مش بستعمل ديودرنت. فايه السر ان يطلع حاجه زي كده؟ او مش بستعمل ديودرنت باستمرار يعني، فما فيش اصلا اي حاجه ممكن تسبب حاجه زي كده خالص. فربنا يستر بقى ويكون خير، يعني ان شاء الله خير. جبت برضو الليب لاينر بتاع سيبال اللي هو رقم 3 فوشيا، بصراحه الدرجه دي خطيره، انا اصلا بحب الليب لاينرز بتاعت سيبال عموما. وجبت برضو بايوديرما افتر سان، انا بصراحه جبته علشان يعني قلت جايز ينفع في الترطيب وكده، وبرضو احنا
مع الشمس وبتاع ممكن يحصل التهابات. هو حلو قوي، انا حبيته ككريم مرطب، لكن هو فيه عطور، فانا بصراحه استغربت جدا انتوا عاملين حاجه تهدي البشره بعد الشمس، ازاي حاطين فيها برفيوم؟ فانا بصراحه حسيت ان هي حركه غريبه ومش منطقيه شويه ان هم يحطوا برفيوم في حاجه المفروض ان هي بتهدي. انا عارفه ان البرفيومز بتبقى محطوطه بنسبه معينه ما تعملش اي اريتيشن، ولكن برضو في ناس اصلا عندها حساسيه من البرفيوم، فانا بصراحه مش عارفه برضو هينفع مع كل الناس ولا لا. بس معايا انا ما عملش اي تحسس، انا اصلا ما عنديش حساسيه من البرفيومز، وكمان بحب اصلا المنتجات السكين كير يكون فيها برفيوم. يعني لو حد مثلا ما يعرفنيش من زمان، الناس اللي قديمه معايا عارفين انا بحب يا جماعه وقت السكين كير روتين بتاعي يكون وقت ممتع، مش مثلا بقى شم ريحه حاجات كيميائيه وحاجات بقى ريحتها وحشه، او حتى تكون الحاجات ملهاش ريحه خالص. يعني اغلب السكين كير الكوري ملهوش ريحه، ودي حاجه على فكره مش بحبها. انا بحب السكين كير روتين يبقى وقت كده انت بتستمتعي فيه لنفسك ومش عارفه ايه، خصوصا ان انا الحمد لله ما عنديش اصلا اي مشكله مع البرفيومز. وكمان مش كل البرفيومز يا جماعه، اصل معلش هما بيبقوا عارفين اصلا، يعني في انتقاء لانواع البرفيوم. في برفيومز بتكون جايه من نباتات، يعني هي اصلا بتكون حاجه مدروسه علميا. معلش لما تكون مثلا حاجه مستورده من فرنسا او حاجه مش بتكون اي كلام. يعني مثلا حاجات بتاعت نوكس كلها فيها برفيومز خطيره ريحتها تحفه، باستثناء اللي هو الدراي اويل بتاعهم ما كنتش بحب ريحته بصراحه. وكان في كذا حاجه كده بس ما علينا. يعني كان في برضو اللاين بتاع يورياج ايدج بروتكت، انا كنت بحب اللاين ده لدرجه ان انا عايزه اشتريه تاني بس عشان ريحته كانت بالنسبه لي بتخلي اعصابي مرتاحه وبتخليني مبسوطه. فوجود البرفيوم في السكين كير روتين بتاعك بيكون كده نوع من الرفاهيه انا بحبها بصراحه. واخر حاجتين جبتهم تقريبا هو مود، جبت اللي هو الشاور جل، كنت جايباه عشان الفيديو بتاع الاسعار الاقتصاديه وبصراحه كان تحفه. وجبت كمان البادي سبلاش، جبت السبلاش ده، الباكجينج تحفه ولكن الاداء بتاعه متوسط بصراحه، او اقل من المتوسط شويه، ما بين ضعيف ومتوسط، اللي هو مش فواح قوي ومش ثابت قوي، فاهمين؟ بس شكل الباكج نفسه بصراحه ياخد 10/10 تحفه. انا حسيت ان هو اكتر لوكال براند مجتهد في شكل الباكج بتاعه. بس كده يا بنات، دي كانت تقريبا كل الحاجات اللي انا جبتها الشهر اللي فات اغسطس. يا رب يكون في فلوس اشتري في الشهر ده سبتمبر. وكلموني بقى كده في الكومنتس عشان انتوا بصراحه وحشيني قوي قوي. ويا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.